السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا رمضان يعني الفول. هنشوف النهاردة هندمس الفول في قلب الحلة عادي. دي للي ما عندهاش الدماسة او مش متاحة معاها او صغيرة. عندك اهو الحلة، عندي حلة عادية خالص، نقعت فيها الفول من قبلها بيوم، وتغيري المية من مرتين لتلاتة، من مرتين لإيه لتلاتة. ليه؟ عشان يبقى فولك حلو كده وزي الفل. عندي هنا مية عادية خالص من حنفية حطيناها. أنا هنا بستعمل الفول الحبة العريضة، بتبقى أجمل وأحلى، وطعمها حلو أوي صراحة. أنا عن نفسي بفضلها. هنا حطينا مية خلاص أهو، هنطلع فيها بقى إيه على البوتاجاز أهو. الحلة غطاها محكم وديكي شايفة أهو بتغلي، وبسم الله ما شاء الله، والدنيا حلوة. من وقت للتاني يا جماعة خلاص غليت اهي، من وقت للتاني تقلبي تقليب كويس عشان تستوي من فوق ومن تحت، ولازما تكتميها. طب لو الحلة بتاعتي منفسة او مش مكتومة كويس، هجيب اللي هو الورق الألمونيوم ده، او ايه، واقوم لفة على الحلة عشان ايه، كل البخار اللي جواها يتكتم. ادينا اهو بشقر على الفول اهو، لسه اهو الحبايه بتاخد مني مجهود، شايفه؟ لا، يبقى لسه ووطي خالص عليها. وعلى فكره لازما تبقى الحله مقفوله قوي عليها. هنا لقيت حبه مستويه وحبه لا، قلت لا ده لسه عايز تاني، وبوريك برضك هي الحبه اتفتحت لوحدها، لسه برضك شوية. عندي هنا المية لقيتيها نقصت أو قلت، هتجيبي مية من الغلاية عادي، لازم تكون مية بتغلي، تزوديه مية بتغلي. تمام، ادينا اهو زودت مية بتغلي. ليه؟ عشان تسرع لي عملية التسوية يا حبيبتي. شايفة اهو، يعني حسيت ان كذا حبة كده فتحت لوحدها. هجيب كوباية رز. طب كوباية رز على قدين؟ على كيلو فول. ليه؟ عشان يبقى معاكي الرز تقيل وابيض كده وحلو، ويديكي طعم جميل كده ويفتح لون. في ناس بتحط عدس اصفر براحتك خالص، في ناس بتحط الاتنين. بس الرز هيديك نتيجة كويسة اوي اهو. وفي ناس يا جماعة بتحط كركم والوان وكده، احنا بنستعمل حاجة طبيعية صحية لينا ولولادنا. وتفضلي تقلبي كده من وقت للتاني لما تستوي بقى معاكي بقى وتبقى تمام التمام. هنشوف بعد كده ايه هنعمل ايه. اللي متابعني لحد دلوقتي يا حبيبتي، فضلا وليس امرا، حطي لايك اهو. شايفين؟ في ناس عايزاه حب زي كده عادي براحتك خالص، وتهرسيه بالهراسة عادي خالص. عندك الكب، عندك الخلاط، المتاح ليكي اعمليه. عندك الهاند بلندر جميل قوي اهو. شايفين اهو؟ انا بوريكي درجات التسوية عشان تبقى متأكدة ان الفول بتاعك تمام التمام اهو. كده خلاص الفول بتاعي كده جاهز، لان انا ايه اضربه في الخلاط او الكبة او الهاند بلندر او الهراس اللي انت عايزاه. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان كريم يا رب علينا وعليك اهو. هنا بقى عندي الهاند بلندر بتاعي، وتقلبي ايه بمعلقه او بكبشه او بمقصوصه زي ما انت شايفه، عشان اللي تحت تجيبيه كده ويبقى كل ايه حاجتك تمام التمام. طب انت بتضربيه ليه كده؟ عشان استعمله على طول من الكيس على الاكل على طول. تمام. في ناس بتحبه حب، انت وارتياحك خالص. حاجه بسيطه جدا ومعلومه بسيطه لاخواتي وولادي وحبايبي، ويا رب اجعله شاهد لنا، اللهم امين. شايفين لونه فتح ازاي يا جماعة الخير اهو، عن الدرجة الاولانية. شايفين اهو؟ هعبيه بقى، اسيبه يبرد بقى وتمام، وينضرب كويس اوي زي ما انت شايفة. عايزة تضربيه نص ضربة براحتك خالص اهو. وتقومي بقى حطاه في اكياس وحسب الطلب بتاعك. بس ما تزوديش اوي الكمية، على حسب استهلاكك وحسب استعمالك، عشان اللهم صل على سيدنا محمد، ما يبقاش كتير عندك وايه وترميه او يبوظ عندك. على قد طلبك عشان الحاجة غالية يا جماعة. واحنا برضو هدفنا في القناة ان احنا نقتصد شوية في حاجة البيت وفي حياتنا، عشان ربنا يرزق الجميع يا رب، ونقدر ايه اهو نوفر على قد ما نقدر.
اهو شايفين اهو كل الكمية تمام قوي قوي قوي. هو لسه سخن على فكرة، هسيبه لما يبرد وهعبيه اهو حسب استعمالك بقى اهو. انا عبيته في اكياس اهو، في كيس كبير كده، وهفرزه حسب استعمالي اهو يا قلبي. اهو بقولك حطي لايك فضلا وليس امر اهو. وخلي الكمية قليلة عشان طبعا هتاكلي بجنب السحور حاجات او فطار حاجات زي ما انت عايزة يا ست الكل. اهو حطي لايك. اللهم اجعله شاهد لنا يا رب. وبألف هنا وشفا. عندك فول عجمية مربى يا جماعة، زبدة زبدة، فول جميل جميل وطعمه خرافة، ومع ألف سلام.